بسم الله الرحمن الرحيم. فلسطين اليوم، القدس، المسجد الأقصى يعاني كيد المجرمين ومؤامرة المتآمرين. ترامب يعلن كما تعلمون منذ أكثر من سنة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ويعلن وينقل سفارته وسفارة بلاده إلى القدس المحتلة المغتصبة، وهذا إمعان في انتهاك حرمة هذه المدينة المقدسة المباركة. هذا فعل المجرمين. غزة تحاصر منذ 12 عاما والحصار خانق عليها، ومع الأسف عندما اشترك فيه أبناء الجلدة، وعندما أصبح هذا الحصار ليس منحصرا في حصار الكيان الصهيوني، بل أصبح من أبناء أمتنا ومن أبناء شعبنا ومن السلطة الفلسطينية قطع الرواتب عن أبناء شعبنا، ازداد الخناق وضاق الوضع على أهلنا في غزة العزة. وغزة اليوم تضرب مثالا رغم هذا الظرف القاهر بانطلاقة مسيرات العودة التي مضى عليها عام، التي جعلت الكيان الصهيوني يوقن ويعلم أن مخططاته وأن إجرامه وأن محاولاته للتخلص من أبناء الشعب الفلسطيني وجعل إشكالاتهم داخلية ردت غزة عليه، ورد شعب غزة وأهلها ومسيراتها ردت على نتنياهو وحكومته، ردت مقولته عليه، وجعلت خروج شعبنا ومسيراته منذ عام كامل دون انقطاع، هذا ربما لم يحصل، عام كامل من المسيرات المستمرة في مواجهة هذا الكيان، والتي على بساطة ما بين أيدي القائمين بها من طائرة ورقية أو بالون يستخدم فيه شيء من الإحراق والمهاجمة لهذا الكيان الغاصب، جعلت الكيان الصهيوني يستعين بكل من يستطيع أن يستعين بهم لوقف هذه المسيرات المباركة. فمسيرات العودة مسيرات ينبغي على الأمة أن تدعمها في كل مكان. الأمر الثالث، إذا تكلمنا عن القدس وتكلمنا عن مسيرات العودة، ونتكلم أيضا عن أسرى المجاهدين شرف هذه الأمة الذين يقبعون في سجون الاحتلال، والذين يتعرضون ليس فقط لمنعهم من أبسط حقوقهم في السجن، وإنما للهجوم عليهم وضربهم وإيقاع إصابات بهم وجراحات في داخل السجون. هؤلاء الأسرى على الأمة أن تتذكر أن هؤلاء لم يؤسروا وهم يدافعون عن ذواتهم ولا عن بيوتهم، وإنما أسروا وهم يدافعوا عن شرف هذه الأمة. إذن يجب على الأمة في كل مكان أن تقف إلى جانب هؤلاء، وأن تحمل قضيتهم في المحافل الدولية رسميا وفي الأماكن العامة شعبيا، حتى يتحقق الضغط على هذا الكيان ويدفع شره. وأنا أبشر الأمة أن شعبنا في فلسطين، في القدس وفي غزة وفي الضفة وفي 48 وفي كل أماكن وجوده صامد ثابت يدافع بكل ما لديه من إمكانيات، وهي إمكانيات بسيطة لا تستغني عن دعم الأمة والوقوف إلى جانبها في كل ما أوتيت الأمة من إمكانيات. ولا قدر الله، لا قدر الله، إذا كسفت أو نكست المقاومة وجهاد شعبنا في فلسطين، فمعنى ذلك أن الأقصى ذهب من أيدينا، معنى ذلك أن كرامتنا قد انتهكت، ولا بد للأمة أن تكون إلى جانب شعبنا وإلى جانب مقاومتنا، إلى جانب أقصانا، إلى جانب أسرانا، إلى جانب غزتنا، إلى جانب ضفتنا، إلى جانب أرضنا المحتلة عام 1948، دفعا لهذا العدو الغاصب الذي لا يركب فينا إلا ولا ذمة. وبإذن الله تعالى سنصلي جميعا في المسجد الأقصى المبارك قريبا إن شاء الله.